مراسي راتسي. مصر تستقبل واحدة من أكبر الاستثمارات السياحية في تاريخها بعد صفقة راس الحكمة، وهي مراسي البحر الأحمر. المشروع هو تعاون مصري إماراتي سعودي باستثمارات أكثر من 20 مليار دولار، أي حوالي 900 مليار جنيه مصري. متخيل الرقم؟ مشروع مساحته 2426 فدان على خليج سوما في البحر الأحمر، يبعد عن مطار الغردقة دقايق، وبالقرب من كل مدن أوروبا حوالي 5 ساعات، ومدن الخليج حوالي 2.5 ساعات. مدينة عالمية بمستوى سياحي مختلف وخدمات عالمية، هتوفر أكتر من 1.5 كيلو من الشواطئ. مشروع جواه 12 فندق عالمي وأكواخ عائمة زي بتاعة المالديفز. كمان هيكون فيه مساحات مائية ضخمة بلس 3 مرسى يخوت عشان يستقبل سياحة اليخوت العالمية. المرحلة الأولى اللي هتطرح على المارينا اللي أنا شايفها حتة من فينيسيا ويمكن أحلى كمان. مشروع زي ده هيوفر لمصر أكتر من 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، وهيوفر عوائد أكتر من 200 مليون دولار سنويا. وزي ما التقارير بتقول مصر استقبلت 15.7 مليون سايح في 2024. كمان على لسان العبار مراسي استقبلت السنة اللي فاتت حوالي 4 مليون سايح، فتخيل مشروع بالحجم ده هيستقبل قد ايه من السياح والخير لبلدنا. فخليك فخور ببلدك وخليك فخور بمشروعات بلدك. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.